السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي عن ألعاب أطفال غريبة تمت صناعتها بالقرن التاسع عشر وما زالت مشهورة ومعروفة لحد وقتنا الحالي. اللعبة الأولى بيبي لاف. أصدرت شركة ريمكو عام 1971 لعبة الطفل الضاحك. هاي اللعبة بتطلع أصوات ضحك عالية لحتى تخلي الأطفال يمرحوا ويضحكوا، لكن صوت هاي اللعبة بيتغير لما بتفضل بطارية، بتبدأ بتطالع أصوات مخيفة، وهذا الشي اللي خلى الأطفال تتعب منها وما تحبها. اللعبة الثانية بونز فاميلي. نزلت هاي اللعبة على السوق بالسبعينيات من قبل شركة لويس ماركس للألعاب، وفشلت الدمية وتوقفت الشركة عن صناعتها، وبعد توقف الإنتاج صارت غالية نظرا لأنها نادرة. ورغم بشاعة هاي اللعبة إلا أنه الأغرب من كل هالشي صارت هواية لأصحاب الأشياء النادرة. اللعبة الثالثة فيس بانك. هاي اللعبة عبارة عن صندوق بمنتصف وجه، طريقة عملها انه بتحط المصاري بتم هذا الشكل. صنعت لحتى تخلي التوفير ممتع، بس ساوت عكس هالشي تماما، واستغربوا العالم انه بقلب هاللعبة مستشعر حرارة بيحرك تم تلقائيا لما بتقرب ايد من اللعبة، وعمر بطاريتها طويل بيوصل لمدة سنة. اللعبة الرابعة جولي شيمب. ظهرت هاي اللعبة لأول مرة باليابان عام 1950. في كتير أسباب خلتها مخيفة، مثل شكل المريب وبروز العينين عن تشغيلها. أكتر سبب ساهم بجعلها مكروهة هي الأسطورة المتعلقة فيها، واللي بتقول أنه عن تشغيل اللعبة بتبلش بدق الطبول لحتى تاخد روح أقرب شخص منها. اللعبة الخامسة جاك إن ذا بوكس. من أشهر وأقدم الألعاب وما زالت بنفس الشعبية لليوم بالرغم من أنها مفزعة وعديمة الفائدة. قامت شركة هاسبرو بإعادة صنع اللعبة عام 1971 بحيث صار شكلها مرعب أكثر، وهذا الشيء اللي خلاها تصير مكروهة أكثر من كل الألعاب اللي وهيك بتكون انتهت حلقتنا. لا تنسوا تدعمونا باللايك والسبسكرايب والنشر لحتى نقدر نتابع فيديوهاتنا.